عصفور تاني تلاقي النتايه بتضرب الذكر، تلاقي الذكر بيفترس الفروخ، تلاقي النتايه بترمي البيض. كل دي مشاكل. اشتري العصافير فروخ او سنها صغير، ولا اشتري العصافير كبيره؟ يا احمد انت حيرتنا معاك. ساعات تقول نشتري العصافير صغيره، وساعات تقول نشتري العصافير كبيره. امتى ده وامتى ده؟ ده اللي هنوضحه مع بعض النهارده، وهنعرف ايه الفرق بين اننا نشتري العصافير صغيره واننا نشتريها كبيره. انا الفيديوهات اللي قلت فيها نشتري العصافير صغيره ديت وانا كنت بعمل دراسه جدوى مشروع تربيه طيور الزينه. لان طبعا وانا بعمل دراسه الجدوى بجيب العصافير قبلها بفتره. يعني ايه؟ يعني انا بجيب العصافير من دلوقتي، بجهزها للموسم الجاي. فانا بجيب العصافير صغيره علشان اسسها عندي، اسسها على نظام التغذيه بتاعي، نظام التهويه بتاعي، اسسها على نظام الاضاءه وعدد ساعات الاضاءه وميعاد فتح النور وقفل النور، اسسها على ازاي ان انا بقدم الوجبات وميعاد تقديم الوجبات، علشان المشاكل الكتير اللي بلاقيها يقول لك ده العصافير عندي ما بتاكلش طبي، ده العصافير عندي مش متعوده على نظام الاضاءه، العصافير عندي البيض كبس لانها مش متعوده على نظام التهويه وعلى درجه الحراره اللي انا شغال بيها داخل المزرعه. فطبعا لما تيجي تعمل مزرعه بتبقى انت مفكر في الموضوع من قبلها بفتره، وبتبدا ان انت تجهز نفسك من قبلها بفتره. فالصح في الوقت ده ان انت تجيب العصافير يا اما فروخ يا اما شباب. ليه؟ يبقى معاك وقت ان انت تاسسها. تاسيس العصافير او اهم فتره في عمر العصفور من والعصفور لسه مفطوم لحد ما العصفور يوصل لسن الانتاج، لان الفتره دي انت بتاسس فيها العصفور من حيث التغذيه، والتغذيه اهم شيء علشان العصفور ما يبقاش عنده نقص في اي عنصر من العناصر الغذائيه اللي موجوده في جسمه. فبالتالي العصفور يشتغل كويس، ينتج كويس، يكون تخصيبه كويس، يكون عدد البيض اللي هيحطه كويس، لانك اهتميت سواء الوجبات فيها بروتين فيها كالسيوم فيها احماض واملاح. فالدنيا تمام مع العصفور، والعصفور واخد حقه في التغذيه من صغره، فبالتالي انت مطمن ان هو ان شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل كتير في الانتاج. كمان العصفور ما تعرضش لافتراس، ما تعرضش لحيوان مفترس او كائن مفترس زي مثلا قوارض زي الطيور الجارحه. انت ما تعرفش لو انت شاري العصفور ده كبير هو تعرض لايه في الفتره دي، فممكن يكون العصافير عندها مشاكل وتلاقيها بتتاخر في الانتاج، او تلاقيها بتفترس الفروخ، او تلاقي ان الذكر والانثى بينهم ضرب جامد. كل المشاكل ديت نتيجه حاجات نفسيه اثرت على العصفور في الفتره اللي هو كان فيها من وقت الفرخ لحد وقت ما بالك. كان بيقابل مشاكل كتير سواء في المحلات، سواء مثلا جنبه دايما كان في جنبه مثلا طيور جارحه، المحل اللي بيبيع طيور جارحه، او جنبه مثلا كلاب وكلام من ده، حاجات بتاثر على العصفور وبتخليه خايف. فانت في غنى بقى عن الكلام ده، لانك انت بتاسس مشروع، فلازم زي ما هتاسس المستلزمات والمكان والكلام ده لازم تاسس العصفور نفسه. فلازم تجيب العصفور عندك وهو لسه فرخه او شباب بعد اول قلشه مثلا، وتبدا ان انت تغذي العصفور في الفتره دي من خلال الوجبات الطري اللي احنا شرحناها، سواء البيض سواء الخضروات سواء المنقوع او المستنبت سواء المسلوق. كل دي وجبات فيها عناصر غذائيه وفيها قيم غذائيه كبيره العصفور بيبقى محتاجها علشان ان شاء الله تاخد خيره لما يبدا ينتج باذن الله. طيب لو جينا بقى نتكلم امتى نجيب العصفور كبير؟ انا دلوقتي في الموسم وعايز الحق الموسم ده، انا عايز الحق الموسم ده، فانا مش هجيب عصفور صغير، انا عايز اجيب عصفور كبير علشان ينتج معايا. فالمشكله ان العصفور الكبير ده لو مش من حد ثقه بتلاقي دايما مشاكل كتير. ليه؟ انا راجل دلوقتي هاوي وعندي عصافير، والعصافير دي شغاله معايا في الموسم، بالله عليكم انا هبيعها ليه؟ نتكلم بقى بمصداقيه ونتكلم بصراحه. انت عندك عصفور شغال وعصفور منتج، حتى لو استرالي، حتى لو استرالي وانت بتحضر تحت، وما شاء الله تحضيره ممتاز وتاكيله ممتاز والعصفور معاك ما اثرش في شيء، انت هتبيعه؟ والله ما هتبيعه. لو قلت لي هتبيعه يبقى انت بتكذب على نفسك، لان ما حدش فينا دلوقتي هتلاقي عصافير صحتها كويسه، مناعتها كويسه، التحضير بتاعها كويس، تاكيلها كويس، بتفطم الفروخ على خير. الحاجات ديت قلت في السوق نتيجه ان في عصافير كتير طلعت وفي ناس كتير صفت. فطبعا اللي معاه عصفور شغال مش هيطلعه، علشان نبقى متفقين بس على النقطه دي. طب ايه اللي بيحصل؟ عصفور بقى بيكسر بيض، يعني مش هقول لك مشكله كبيره، نتايه بتكسر بيض، نتايه بترمي بيض، نتايه بتضرب الزغاليل، نتايه بتضرب الذكر، جوز مش عاوز يتوالف وقرفك من اول الموسم، جوز شغال ومفيش فيه مشاكل بس هو قرفك في الانتاج، فبتبدا ان انت تطلعه. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. فدايما العصافير الشغاله اللي هتشتريها خلال الموسم، اللي بيبيع عصافير شغاله خلال الموسم، تاكد ان فيها مشكله، تاكد ان هي هيبقى فيها مشكله. لو انت هاوي شاطر ممكن تقدر انت تتغلب على المشكله دي، واحنا كل مشكله على القناه قلنا ازاي ان احنا نحلها ونتغلب عليها. طب لو انت بقى مش هاوي شاطر او ما عندكش الخبره الكافيه ان انت تتعامل مع سلوكيات العصفور ده، هيقرفك في الانتاج. طيب ده لو مشكله سلوكيه، يعني مشكله بقى في وضع البيض، مشكله في الفطام في الرقاد في الكلام ده. طب لو مشكله اصلا مرضيه، يعني انت جبت العصفور لقيته ما بيبيضش، ما انت ممكن تشتري ازواج شغاله هيقول لك اول شغل،
تكون كبيره وبالغه وعندها 8 10 شهور سنه، يقول لك اول شغل انا لسه ما شغلتهاش عندي ليه؟ هو بيعفي نفسه من حته ان هو يقول لك العصافير دي ما بضتش عندي لحد دلوقتي، فبيقول لك انا ما شغلتهاش، فبالتالي انت بتاخد العصافير دي اول شغل بتلاقيها اتاخرت معاك في الانتاج، اتاخرت معاك في الانتاج. طيب ايه اللي بيحصل؟ بتضيع الموسم عليك، يبقى انت اصلا جايب عصافير علشان تشتغل بيها، عصافير شغاله عشان تاخدها تنتج منها خلال الموسم، بتلاقي ان الموسم ده عليك مع عصفور انت تعبت معاه ومش لاقي جدول من اللي انت بتعمله. طيب تلاقي مثلا في مشاكل معويه، الله اكبر، يعني دي بقى هتجننك وممكن تتعب لك عصافيرك كمان، الزوج اللي انت اشتريته شغال ده فيه مشاكل معويه ممكن تبقى باين عليه في الاول، في مشاكل تنفسيه، مرض تنفسي، هيبهدل لك الدنيا طبعا. احنا قلنا ازاي نستقبل العصفور وازاي ان احنا نعزل العصفور وازاي ان احنا نشتغل مع العصفور، وقلنا علاجات، سواء علاجات للمعوي سواء طبيعي او سواء بشري او بيطري، قلنا كل ده في الفيديوهات. يعني ممكن نشتغل معاه في الاول بخل تفاح، نشتغل معاه بليمون، نشتغل معاه حاجات نتاكد ان بطن العصفور نظيفه وان الجهاز الهضمي بتاع العصفور ما فيش فيه مشاكل. طيب ممكن بعد كده مثلا ندي جرعه فلاجيلات فورت، ندي حاجات مثلا زي اميريزول، اي مطهرات نطمن ان مفيش مشاكل، ندي جرعه ديدان زي بندكس، كل ده واحنا بنستقبل العصفور علشان نطمن ان العصفور هيخش عندنا المزرعه مفيش فيه اي مشاكل معويه. بعد كده ممكن مثلا لو ظهر لا قدر الله مشاكل تنفسيه، حتى لو العصفور ما كانش تعبان وتعب خلال النقل، ممكن ندي مثلا جرعه دوكسامايزين، ممكن ندي مثلا ازروليد، ممكن نشتغل بليمون وجزر وحاجات طبيعيه وجنزبيل والكلام ده على حسب حاله العصفور اللي قدامك واستقبلنا العصفور. طيب نفترض بقى ان العصفور اللي انت شاريه وحش، يعني ايه وحش؟ يعني مناعته كويسه جدا لدرجه ان هو مش باين عليه مرض، وانت العصافير اللي عندك مناعتها ضعيفه، انت العصافير اللي عندك مناعتها ضعيفه، هينقل لهم المرض وعصافيرك هتتعب وهو مش هيتعب، ليه؟ لان هو حامل للمرض بس مش ظاهر عليه اي اعراض نتيجه ان هو مناعته كويسه ومناعته قادره ان هي تتغلب على المرض سواء بكتيريا او فيروس. انت العصافير بتاعتك لقطت البكتيريا او لقطت الفيروس دوت وتعبت وهي مش باين، ما كانش باين على العصافير اللي انت شاريها حاجه اصلا، فانت مش هتتوقع ان هي تعبت من العصافير اللي انت شاريها، العصافير اللي انت شاريها واقفه في الباب بتاعها اسد، لكن عصافيرك انت تعبت نتيجه ان انت دخلت عصفور هو حامل للمرض، اثر على عصافيرك اللي مناعتها ضعيفه وهو ما حصلوش حاجه. فالموضوع ان احنا نشتري عصافير شغاله بيبقى فيه مخاطره كبيره، ده غير بقى مشكله اللي هي الحشرات، وغير الحشرات سوس الريش، كل دي مشاكل ممكن نلاقيها في العصافير الشغاله. ممكن عصافير تشتغل عندك عادي جدا وتلاقي الزغاليل طالعه بصفر، الزغاليل طالعه عندها سوس ريش، طب هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه وانت جبت العصافير والعصافير انتجت ومفيش فيها اي حاجه، بس العصافير الزغاليل كلها الانتاج كله طالع سوس ريش، طب ما انت ساعتها كده هتفضل تعيد في الانتاج برضه وما استفدتش حاجه، فدي خطوره العصافير الشغاله. طيب نيجي بقى لنقطه اخطر، النقطه الاخطر هي ايه؟ انا هشتري عصافير شغاله بالبيض، هشتري عصافير شغاله بالزغاليل، ايه اللي بيحصل؟ كل الهواه بتفكر كده، فاكر ان هو كده خلاص يعني ما مش هيلاقي مشاكل، لا والله هتلاقي مشاكل. اول مشكله انت مش متاكد ان البيض ده بيضهم، انت مش متاكد ان الزغاليل دي بتاعتهم. اه بيحصل ان بيبقى متحضن تحتها بيض ومتحضن تحتها زغاليل، وبيبقى مش بيضها ولا زغاليلها، وبيبقى هو مثلا بيضها فاضي ورماه، زغاليلها ماتت وحط زغاليل ثانيه، ويقول لك انا بايع بالبيض بايع بالزغاليل، بيحصل والله العظيم بيحصل، والكلام ده فعلا انا بقوله لان ما حدش هيقوله لك، والله ما حد هيقول لك الكلام ده. تشتري العصافير ببيضها، تشتري العصافير بزغاليلها، وتلاقيها بعد كده ما بيضتش عندك، تلاقيها بعد كده سابت الزغاليل ما اكلتهاش، ولو اكلتها ممكن العش اللي بعده تلاقي بيت فاضي، ممكن العش اللي بعده تلاقي بقى تاكلها ضعيف، ليه؟ هي اصلا عصافير بتبقى استهلكت في الانتاج، فاللي بيطلعها عارف ان انتاجها قل، ليه انتاجها قل؟ لان هو مش محافظ على جدول تغذيه ومش مهتم بالعصفور ان العصفور يفضل ينتج معاه، فبالتالي العناصر الغذائيه اللي في جسم العصفور بتفضل تقل، سواء بروتين سواء كالسيوم سواء احماض املاح، تلاقي العصفور ده بعد كده بقى بيدلع، تلاقي الزغاليل طالعه عندها كساح، كل ده نتيجه ان هي عصافير شغاله اتبهدلت، ما لقيتش المراعيه وما اتضربتش عند الهاوي اللي كانت عنده، فبالتالي العصافير مش لاقيه التغذيه اللي هي محتاجاها، فبتبدا ان انتاجها يقل في عدد البيض، يقل في التاكيل، يقل في التحضير، تلاقي بعد كده قطع البيض فجاه. كل دي مشاكل ممكن تحصل لو انت شاري العصافير معاها بيض ومعاها زغاليل. طب مشكله اكبر بقى، ودي بتحصل كتير، بس في عصافير شخصياتها بتبقى قويه ممكن ما يحصلش معاها كده، وهي ان انت بعد ما تجيب العصافير بالبيض او بالزغاليل او بالفروخ، يعني ايا كان عمر الفروخ، تلاقيها ما عادتش بتاكل، ما عادتش بترقد على البيض، طب ده ليه؟ علشان العصافير اتنقلت فهي خايفه من المكان الجديد. الا العصفور اللي انا قلت لك عليه اللي شخصيته قوي، شخصيته قوي ازاي؟ هو شخصيته ديت متعود ان هو شايف جنبه مثلا في المحل رزعه وهد، شايف جنبه عصافير داخله وعصافير خارجه، فمش فارق معاه، هو المكان اللي انت هتحطني فيه انا هديك فيه،
لان هو متعود اصلا من صغره على النهي، متعود من صغره على البهدله. ده عصفور شخصيته قويه مش هيفرق معاه وهيكمل. تمام، وده يعني تحافظ عليه. لكن الطبيعي ان العصفور لما بيتنقل من مكان لمكان بيخاف. العصفور لما هيتنقل من مزرعه لمزرعه هيتاثر بعوامل التهويه بالاضاءه، هيتاثر بالتغذيه ومواعيد الاكل، هيتاثر بكل ده. انت نفسك لو اتنقلت من مكان لمكان هتتاثر وهتاخد فتره على ما تتعود على المكان الجديد. فدي كلها مشاكل في العصافير الشغاله. فلازم طبعا لو هنشتري عصافير شغاله نشتريها من حد ثقه. هتقول لي ثقه مين؟ اقول لك ما اعرفش. الناس اللي بتكلمني دلوقتي تقول لي عايزين حد يا احمد زيك مضمون نشتري منه عصافير، ما بقول لهم لا ما اعرفش. انا ما اثقش في حد، انا واثق في نفسي، انا عارف شغلي نفسي. ما اعرفش ان انا اديك الضمان لهاوي تشتري منه، ما اشيلش المسؤوليه دي. انا ما اشيلش المسؤوليه دي. فانت لازم تبقى جربت الشخص ده وفعلا طلع ان هو امين وحاجته كويسه، وطلع ان اللي بيقوله لك هو اللي بيحصل معاك وبيساعدك وبيديك معلومات في الهوايه وبيعلمك. لا ده شخص كمل معاه وتشتري منه لانه فعلا هو حبيب لك الخير. يا رب اكون قدرت افيدكم في فيديو النهارده. هو فيديو بسيط، حبيت ان انا اوضح امتى نشتري عصافير صغيره وامتى نشتريها كبيره، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا لو اشترينا العصافير شغاله. فلازم تاخد بالك كويس قوي، تبقى عارف ازاي تشتري العصافير علشان تقدر ان انت تستفيد من العصافير اللي انت اشتريتها شغاله وتكمل عندك وتنتج باذن الله. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوى عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.